بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الحد النهارده السبت 12/7/2025. ده الطريق الاقليمي. انا طلعت بالبيس. الطريق شغال اتجاه واحد مش اتجاهين، يعني ده الاتجاه اللي رايح اتجاه بنها واسكندريه الزراعي والمنوفيه والكلام ده كله. الطريق شغال اتجاه واحد بس، الناحيه الثانيه اهي فاضيه مفيش اي عربيات الناحيه الثانيه، عشان ما حدش يجي من ناحيه مثلا اسكندريه الزراعي عايز يروح التجمع والعاصمه والكلام ده كله. الطريق مقفول. انما الاتجاه اللي رايح العكس اللي هو المنصوره بقى، اللي جاي من التجمع والعاصمه رايح المنصوره والاسكندريه الزراعي وبنا والمنوفيه والكلام ده كله، ده شغال اهو. يعني الحمد لله هم ربنا كرم كده، هم قافلين فيها ناحيه وناحيه لا، علشان خاطر ايه تقلل من الحوادث، وربنا يسترها عليكم جميعا. وان شاء الله ربنا ييسر يعني، وان شاء ممكن يكون في خلال الاسبوع ده يتفتح تاني ان شاء الله يعني. والخدمات على الطريق اهي، يعني في كل حته لجنه ومن الشرطه قاعدين. بص الراجل اهو قاعد في عز الشمس، اهو قاعد، وادي الناحيه الثانيه اهو برده. يعني ربنا يكون في عونهم بقى ويخلصوا الطريق ده على خير ان شاء الله. ويا جماعه يعني يا ريت كل واحد يلتزم. والله لو كل واحد التزم ومشي في حارته، واللي ماشي بطيء يمشي يمين، واللي ماشي سريع يمشي في الشمال، والنقل التقيل يمشي في اليمين، والراجل المحترم العطلان ده يركن يمين، يعني الدنيا هتبقى كويسه. انما احنا عندنا ناس بتستنصح. واحد يبقى مثلا الطريق فاضي اهو، ممكن تلاقيه جاي عكس دلوقتي، بس هو طبعا لو جه عكس هيتنفخ قدام ورايا، عشان في اكتر من 3 لجنات قابلتهم. ليه بقى ما نلتزمش بالحراره؟ اهو النقل التقيل ماشي يمين، عربيه جيش هي ماشيه يمين، قدامها هناك اهي بعيد خالص ماشيه يمين. ليه بقى ما نتبذل الناس المحترمه دي ونمشي في طريقنا؟ النقل التقيل عارف ان حارته يمين، الملاكي حارته مثلا ماشي بطيء شويه يمشي في النص، ماشي سريع قوي يسيب الحاره الشمال للي عايز يمشي بسرعه. والسرعه طبعا محدده، يعني المفروض اقصى حاجه على الطريق ده 120 اقصى سرعه، بس مع الشغل ده طبعا مفيش 120. مع الشغل ده سرعه 60 مكرره، 60 حاليا لحد انتهاء الطريق. وربنا يستر عليكم جميعا يا رب. ان شاء الله بكره اصور لكم فيديو تاني لو الطريق اتفتح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوناش بلايك وتعليق، ويا ريت لو اشتراك، يعني لو فضلا وليس امر. السلام عليكم.